كانت غريبه شويه بصراحه، لان برضو جمهور الزمالك اتخنق يعني برضو اكيد جمهور الزمالك مش بيشجع الفرقه وخلاص، لا بيشجع، عايز بطولات، وخصوصا كمان الفرقه اللي انت لعبتها مش فرقه قويه. في غضب كبير جدا من جمهور نادي الزمالك بعد المباراه على محمود عبد الرازق. يعني بصراحه اكيد الناس هتتخنق، يعني الناس ابتدت خلاص بقى، انت بطوله يعني تفرح جماهير بتواجد الجماهير. اولا مستوى محمود عبد الرازق كان وحش جدا، وهقولها تاني، عامل السن، مستوى طبيعه يعني، حتى التسديدات بتاعته سيئه جدا، السرعات، الميس باس بتاعه، ارقامه في المباراه كانت سلبيه. فطبيعي ان جمهور الزمالك كان في حاله من الغضب كبيره جدا. الصفحه الرسميه لنادي الزمالك برضو هاجمته. يا جماعه ما فيش حد فوق النقد، ما ياما نجوم واساطير واسماء اتهاجمت، يعني نجوم واسماء لعبت منتخب مصر وخدوا دوري ابطال وكان الجماهير بيعشقهم. في الوقت اللي انت مش تظهر فيه كويس الجمهور هيغضب عليك. انا بقول له يعني نصيحه مني ليه والله، يعني على فكره يا جماعه والله انا ما في حاجه شخصيه ما بيني وما بين اي حد، بس انا دايما انا عارف ان ممكن طريقه الكلام بتاعتي او التعبير بتاعي يعني بيبقى ايه، لاذع شويه، يعني بتزعل، يعني دايما يعني الكلمه بتاعتي بتيجي على الجرح شويه. انا بقول له كفايه، وقلتها كتير جدا، وناس هاجمتني وناس هاجموني وهجوم على السوشيال ميديا وعلى صفحتي وعلى كل حاجه. اولا انا ما بركزش في التعليقات عشان برضو الاخر، عشان برضو ايه، الناس الصغننه، الاشبال الصغيره، الشباب الصغيره دول اللي بيخشوا على الكومنتس ويتكلموا، والله ولا في دماغي ولا حد كمان، حتى والاعداد كمان عارف ان ولا فارق معايا اي كومنت. اللي يكتب كومنت يكتبه براحته، واللي عايز يقول اللي يقوله، واللي عايز يتكلم، وطلع الاشاعات زي ما انت عايز، وقول اللي انت تحبه. ولا يعني انا بقالي 5 سنين موجود الحمد لله، واكتر من 5 سنين في الاعلام، وانا بلعب كمان على فكره يا جماعه. انا شفت القصع، فانا بالنسبه لي الكومنت دي كده انا بعد ساعات كده ببص عليها بقعد اضحك. والله اللي يقول لك اصلي برضو من ضمن الكلام، يعني قبل ما اروح للجزئيه دي، يعني فانا بقول لشيكابالا، وقلتها في تصريحات كتيره جدا وما زلت عند رايي، انا بقول له احترم محبه الناس بتحبك، حقك، جمهور نادي الزمالك بيحبك وشايفك يعني بالنسبه لهم حاجه هيرو يعني. اعتزل خلاص، يعني خلي الموسم ده الموسم النهائي ليك، هي سنه الحياه كده، طبيعي، جيل بيسلم جيل. لو فعلا انت بتحب نادي الزمالك وبتحب جمهور نادي الزمالك، عشان صدقني هيجي لك وقت تاريخك زي ما هو جمهور نادي الزمالك بيقول التاريخ اللي انا ما اعرفش، يعني شيكابالا ما جابش دوري الابطال مثلا، هنخليها التاريخ على بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. يعني جمهور الزمالك ده يعني في يوم من الايام قال كابتن حازم امام كفايه، والناس ابتدت خلاص، يعني برضو الجمهور خلاص بقى ابتدى يتخنق. ما هو الجمهور بيحبك وكل حاجه، بس مش شايف منك اداء، ولا شايف منك نتيجه، ولا شايف منك بطولات، فهيقول لك شكرا. وطبيعي ان انت لازم تغير، جيل بيسلم جيل وبتشوف جيل تاني، وهيطلع واحد تاني نجم تاني، وجمهور نادي الزمالك هيحبه وهيشجعه، وهيبقى بالنسبه لهم هو النجم المفضل ليهم، زي ما كنا عشناه. ده شيء طبيعي، مفيش حد دايما مستمر. انا بقول لك خلاص كم الموسم ده احتراما ليك واحتراما للناس دي، عشان ما تبطلش عافيه، هيبطلوك عافيه. هيجي لك وقت هم اللي هيقولوا لك هتبعد، ولو قالوا لك ابعد هتبعد. تابع الناس وسيبك. انا هوجه لك رساله والله كمحبه، لان انا ما بكرهكش يعني الحمد لله في، يعني مش عارف والله يا اخويا الصغير، يعني ابعد عن الاثنين اللي معاك، يعني ابعد عن الاثنين اللي معاك. في 2 معاك بدون ذكر اسامي انت عارفهم معاك كده، انا بقول لك ابعد عنهم، عشان دول هم اللي مخلصين يعني ايه، مبوظين لك الدنيا كلها، مخسرينك الناس ومخسرينك وعاملين، طبعا كلهم بيشتغلوا لمصلحتهم، وهم عندي بيقعدوا يعملوا كومنتات عليا وفيديوهات عليا، ولا في دماغي اصلا. مفهمين المواضيع غلط خالص. الناس ليها خلق، مش كل شخصيه زي التانيه. ابعد عنهم صدقني، كمل الموسم ده، واحتراما للجمهور اللي بيحبك قول لهم شكرا كده، الناس هتحبك والناس هتحترمك، بدل ما الجمهور خلاص هيقول لك. انا بقول لك في خلال فتره قريبه بالمستوى ده بالشكل ده، انا بقول لك الجمهور هيقول لك ريح بقى،
اهو يعني برضو الصفحه الرسميه ان هجمتك ده حاجه كده بيتقال لك ايه خلاص، ما بتحصلش، ما حصلتش غير مع كابتن حازم امام. انا بقول لك دي نصيحه من اخ اكبر، ابعد عن الاتنين اللي معاك، ابعد عنهم صدقني، حاول كده ايه ابعد عنهم عشان هم ايه هيبوظوا لك الدنيا خالص، وهيخلوا حتى علاقتك مع الجمهور. ما سيبك من الكومنت والصفحات والكلام اللي بتقول لك والكلام اللي ينزل لك صوره والاباتشي والاسطوره والحاجات دي، الكلام ده انا ممكن ابعتها للناس ينزلوا لي وينشروا ويقعدوا يعملوا، انا ماليش في الكلام ده خالص. انا السوشيال ميديا بتاعتي انا اللي بتكلم فيها وانا اللي بتعامل فيها وانا اللي بشغلها بايدي انا، ولا عندي صفحات بترد ولا حد بيرد بيدافع عني ولا عايز حد يرد لي. انا كفيل ان انا ارد على اي حد، الحمد لله كفيل ان انا ارد على اي حد سواء لعيب لعيبه من القدامى، لعيبه من الموجودين، اي حد يا جماعه مختلف، وكله بالادب وبالاحترام وبالذوق وبالتقدير، وكل التقدير والاحترام للكل. واي حد مختلف معايا عايز يبقى موجود وعايز يعمل مداخله وعايز يرد، اهلا وسهلا. اما الكلام اللي هو من تحت لتحت ده، مع احترامي مع شخصيه ابراهيم سعيد، انا مش شايف ده، ما بشوفش ولا في دماغي. اللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول واللي يعمل يعمل، براحتكم، كل واحد يقول اللي هو عايزه. خلينا مع بعض، مفيش مشكله، معاكم للنهايه زي ما بيتقال. فمن ضمن الحاجات برضو اللي نازله، يعني والله العظيم بقى انا بقعد والله العظيم اشوف الحاجات دي بضحك يعني. النادي الاهلي ده بيتي وهيفضل بيتي وعشقي وحياتي لحد اخر نفس، وكل الناس اللي في النادي الاهلي عارفين. والله من ضمن الناس الحاجات اللي بتتقال يقول لك ان الراعي الرسمي للبرنامج بتاعي هو النادي الاهلي. والله هتشرف يا ريت. والله اتشرف والله، يعني حد يطول، يعني بيتقال لك هو النادي الاهلي هو الراعي الرسمي للبرنامج عندي، وهو اللي متكفل بالحلقات ومتكفل بفريق الاعداد وهو اللي بيصرف وهو اللي. والله طب ده يا جماعه والله العظيم هو النادي الاهلي محتاج من ابراهيم او محتاج من اشخاص او من اعلاميين ان هو يدافع عنه؟ بالعقل كده، بالعقل كده بجد، واحده واحده كده، يا ريت الناس تركز معايا. النادي الاهلي محتاج ابراهيم سعيد ان هو يدافع عنه؟ محتاج ان ايا كان الاسماء اللي موجوده مع احترامي في الاعلام كله، محتاج فلان وفلان وفلان، الناس اللي موجوده حتى اللي بيتكلم كلمه حلوه على الاهلي، محتاج ان يعني حد زينا يدافع عنه؟ النادي الاهلي ما شاء الله عنده جمهوره، وعنده يعني الجمهور بتاعه هو سند بتاعه. الجمهور الاهلي يسد مع اي حد يدافع عن الكيان بتاعه، ويقف وقت كده في وقت يبقى حائط صد. ما حدش يقدر يقرب من النادي الاهلي، ولا انا ولا حد ولا انا ولا النادي الاهلي محتاجني ان انا ادافع عنه. انا موجود هنا على ان انا واحد من ضمن يعني الحمد لله الحمد لله. الناس اللي كانت موجوده في النادي الاهلي كان عن طريق النادي الاهلي، الناس عرفتني عن طريق النادي الاهلي. فعشان كده ممكن الناس تقعد تتكلم، بس النادي الاهلي محتاجني انا، محتاج ان انا ادافع عنه. هو جمهوره لوحده هو بيدافع عن اي حد، واللي يتكلم على كلمه عن النادي الاهلي عندك جماهير كبيره جدا زي جمهور نادي الزمالك، مش محتاج حد يدافع عنه ولا محتاج حد يتكلم باسمه، ولا ونادي الاسماعيلي والانديه الجماهيريه مش محتاجين ابراهيم ولا احمد ولا مصطفى ولا الكلام دوت ان هو يدافع عنه اصلا. الحاجات دي كلها عيب ان تحصل، لان اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا، ويتقال لك اصل المجلس. ابراهيم سعيد دايما بيجيب خلاصة اي حد. بتكلم على شيكابالا اللي دائما وابدا بيحب ياخد اللقطة، بيحب ياخد الشو. في الماتش اللي فازوا بيه على النادي الاهلي طلع وعمل لقطة وعمل شو، قعد يرقص في الاستاد ويعمل من عرقنا وكسبنا بعرقنا. لما طبعا نزل في مباراة دريمز والتعادل، وكان مستواه سيء جدا جدا، كل كوره كانت فوق العارضة في المدرجات. النهاردة ابراهيم سعيد بيقول له اعتزل، لان انت مش هتعتزل برضاك، هتعتزل بالعافية، لان اصلا الجماهير ما عادتش طايقاك، الجماهير عماله تنتقدك في مستواك، كمان سنك كبر، كمان ما عادش عندك لياقه بدنيه، لكن انت بتحب تاخد اللقطه، بتحب تاخد الشو. لكن ابراهيم سعيد ما بيعديش اي لقطه واي شو الا لازم يديها او يعني يعلم عليها.